لو ما سمعتش عن حوار المقبرة الجماعية اللي لسه مكتشفينها من كام ساعة، فأنا عاوز أقولك إن ربنا بيحبك، لأن اللي هتسمعه دلوقتي أنت ممكن ما تستوعبوش. أنا عارف إن القصة اللي هتسمعها دلوقتي أنت ممكن تكون سمعتها في فيلم قبل كده، لكن لما أقولك إنها حصلت في الحقيقة أنت مش هتستوعب. الساعتين اللي فاتوا كده وأنا قاعد حران وبقلب، قلت يا واد يا شهاب خش نخرب كده ويعرف ايه المريب اللي بيحصل في الدنيا. بس المرة دي الخبر اللي وقع قدامي للأسف كان مرعب. القصة بدأت ان لما مجموعة من عمال الدفاع المدني في دولة اخواتنا كانوا بيتمشوا، وده كان في محيط مستشفى الناصر في خان يونس، وإذ يفاجئوا بحفرتين كبار جدا. ايوه يعني يا شاب، ما حفرتين المريب يعني المريب يا حبيبي ان دول مش حفرتين، دول مقبرتين. على حسب كلام كل المواقع الإخبارية إن عمال الدفاع المدني في دولة إخواتنا اكتشفوا مقبرتين كبار جدا عند مستشفى الناصر، والمقبرتين فيهم أكتر من 280 جثة وكلهم إخواتنا. بس الفكرة إن الموضوع ما خلصش لحد هنا، كل الجثث اللي لقوها في المقبرتين دول فيهم حاجة من الاتنين، يا إما جلدها متاخد أو ما فيهاش راس. الفكرة